نتمنى نكون عند حسن ظنكم ونقدر نساعدكم بأفكار تفرحكم وتهنيكم في هذا الشهر الفضيل. إذا بغيتوا توصلكم كل وصفاتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك ليصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية أينما كانت. السلام عليكم ومرحبا بك سيدتي في الحلقة الخامسة من سلسلة أطباق رمضان. وفي هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض السفة تاع السحور. هنا راني غادي خديت السفة نوعية رقيقة، كسكس نوعية رقيقة، ما ديتش الموايان، درت نوعية رقيقة. هنا ديت غرفية تاع الكسكس وشوية زيت غادي نسحقو، شوية ملح وشوية ماء. الماء هنا يكون بارد من الحنفية، ما تحتاجش ديري ماء سخون. هنا غادي نفرغ الكسكس نتاعي وغادي نبدا ندير له شويه تاع الزيت باش ما يلصقليش مع بعض باش كي يكون يفور ما يتكورش وما يلصقش مع بعض. هنا غادي ندخل مليح هذيك الزيت بين الحبيبات نتاع الكسكس نتاعنا باش ما يكوليش الكريات. حاولوا تدخلوه مليح، تحكوه بين صباعكم. هنا في هذه المرحلة غادي ناخذ الماء اللي راه بارد وغادي نسقي هذاك السفة نتاعي كيما هكا حتى نحس باللي كاع تشمخت مليح. في هذه المرحلة هنا ما نزيدش نخرب فيها، غادي نخليها واحد الدقيقة، ما دقيقة وساي ما تفوتش، ونبدا نحرك فيه غير بشويه. بصح ما نعجنوش، ما نخليش يخرج هذوك السلوكه وهذاك، غير هكا بصباعي نفتت شويه، ها كما كنتوا تشوفوا معايا نفتت شويه هذوك الكويرات اللي يكونوا بداو يتكونوا. وهنايا غادي تشوفوا السفه نتاعكم تفتت وتبقى الحبه عند اختها، خاطر هنا رانا مستعملين ديجا الزيت مقبل. الزيت ما غاديش تخليها تلصق مع بعض. وهنا كي تكونوا تحلوه ما تزيروش عليه بيديكم، غير هكا شويه باش ينحل معكم مليح وما يتعجن لكمش في يديكم. نتابع العمليه حتى نحس باللي ما بقات حتى كويره بين صباعي، ما نحس باللي ما بقات حتى كويره. وفي هذه المرحله انا راني درت قدره تاع الماء، درت النص نتاعها ما نعمرهاش كاع، وراني درتها تغلي ونخلي هاد السفه تاعي تشرب هذاك الماء نتاعها في خاطرها، ومن بعد غادي نمروا نديروها تفور. نصيحه واحده اخرى بالنسبه للكسكاس، هنا كي تستعملي الكسكاس تاع الحديد ماذا بك ديري واحد غير هكا واحد القطيره تاع الزيت وتدهني بهذاك الكسكاس باش السفه نتاعنا ما تلصقناش في هذوك التقابي تاع الكسكاس وما تخليهش يفور لنا مليح. غادي تفور لك التفويره الاولى ومن بعد الزوجه والثالثه غادي تغبنك، ما غاديش تبغي تفور لك. هنا ندهنو مليح ونعمر السفه نتاعي في الكسكاس. وهنا استيس واحده اخرى باش السفه نتاعنا تفور بالخف ليه. هنا غادي ناخذ قطعه تاع الالومنيوم كما تشوفوا، غادي نقطعها على نصفين على زوج ونطويها. تشوفوا طويتها على 2، عاود طويتها على 4. نعاود نفس العمليه مع القطعه الاخرى، وغادي نمشي للقدره نتاعي وغادي نفوت هذاك الالومنيوم على كاع الشنايف تاع القدره كيما هكا، نفوت من الجهتين من ومن وحتى يتلاقى، يعني كاع ندوره صاير داير على القدره. ومن بعد عاد نحط الكسكاس نتاعي تاع السفه، وهنا غادي تشوفوا باللي غادي تفور لكم سريعا بالخف. هاو هنايا ما يخرج لا بخار لا فار لا والو. هنايا بعد ما راهي فورت تفوتي بصبعك كيما هكا غادي تلقي كي اللي السفه نتاعك هذه لاصقه مع بعض، تعرفي بلي سيفور لك. غادي نولي للاناء نتاعي نعاود نحط فيه السفه. انا سمحوا لي على البخار راه شويه الصوره ما كانش واضحه مليح، بصح شوفوا معايا هنا السفه ما لصقتليش في الكسكاس، ما غبنتنيش. هنا غادي نحاول غير هكا نحلها شويه بالمغرفه ونزيد لها الملح. في هذه المرحله عاد ندير الملح، انا ما نديرهاش من الاول. هذه المرحله ندير الملح ونزيد شويه تاع الماء، نحرك شويه ونعاود نزيد شويه تاع الماء، نشمخو مليح ونخليه يشرب على خاطره. هنا يشرب لمده خليه يشرب واحد 5 إلى 10 دقائق على حساب النوعيه تاع السفه نتاعك. نخليوها تشرب ومن بعد شويه نعاود نوليو.
هنا بعد ما السفه نتاعي شوفوا راهي شربت، غادي نجي ونقعد نعاود نحك فيها هكا بين يديا باش كاع نفتت هذوك الكويرات ما نخليهمش يتكونوا. كي تلقي كويره كيما هكا زيدي فتيها بصبعك بصح ماشي تبسطيها حتى تتعجن، يعني غير تحاولي تحليها، غادي غير تخربي فيها شويه مذكراها مزيته مع مفور مليح، غادي بالخوف دير. هنا راني عاود عمرتها في الكسكاس ودرتو عاود فورت تفويره الزوجه، وهنا غادي نعاود نفس العمليه نديرها في الاناء ونعاود نزيد له شويه تاع الماء. هنا الملح ما غاديش ديري بطبيعه الحال خاطر درنا الضربه الاولى، ونعاودو نحاولو نشمخوه نحلو غير شويه بالمغرفه تاع اللوح. وهنا ماذا بكم دائما تستعملوا الملعقه الخشبيه. هنا نستعملوا نعاود نحركه شويه هكا ونخليه يشرب عاود هذاك الماء في خاطر. وهنا كما كنتوا تشوفوا هو عاود شرب. كي يشرب كما يشرب معايا نعاود نفتح شويه بيديا نتخلص من هذوك الكويرات ونعاود نديرها في الكسكاس ونعاود نرده فوق القدره نتاعي يزيد يفور على خاطر. راني درته في القدره نتاعي وغادي نخليه يزيد يفور. وهنا بعد ما فور راكم تشوفوا دائما نفوت بصبعي نعرف باللي صايره لاصق يعني فور. وهنايا في هذه المرحله ناخذ زبده، دي مارغرين ولا زبده ولا اللي بغيتي اللي موالفه تستعمليها. انا هنا نستعمل الزبده صول، وتاني مداري نستعمل لابيل تاني تجيبيها مليحه. وندي قطعه تاع الزبده ونديرها في الوسط ونعاود ندرقها مليح بالصفه وهكا نعبص فوقها باش هذيك الزبده نتاعي تذوب. وهنا الطبق نتاعنا راه واجد. نتمنى ان شاء الله تذوقوه وتجربوه بالصحه والراحه، ورمضان مبارك للجميع.